السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بقى تشيكي، شكله شكل البني آدمين لكن هو في الأصل من الشياطين، ولو عايز تعرف حكايته يبقى لازم نحكيها من البداية. كان في شياطين ماشيين في الأرض زي عربيات النقل التقيل، دول كانوا بيدبحوا في البشر وبيخربوا أي حاجة بتيجي في طريقهم. بصراحة كده كانت مذابح غير طبيعية. وكان في شياطين كده ضخمة ومخيفة كانوا عايزين يخلصوا على البني آدمين ويمحوهم من الوجود. بس في قلب اليأس ده كله طلع بطل من البشر اسمه موموتارو، وقف في وش الطوفان ده كله بكل قوته وبجبروته، ما خافش من حاجة خالص، وفرم عدد كبير جدا من الشياطين. بقوا الشياطين مرميين في كل حتة. واحد من رجالة موموتارو كان شايل في ايده طفل شيطان، فاحتفظ بيه لنفسه وينقذه من نار الحرب اللي اصلا ما كانش ليه ذنب فيها. تلميذ من تلامذته جه حذره: يا استاذ الواد ده خطر علينا، دمه فيه شر، لازم نموته. بس الاستاذ ده نشف دماغه ومصمم على قراره. عدت سنين وسنين والطفل الشيطان ده كبر وبقى هو البطل بتاع قصتنا. الواد ده بقى اسمه تشيكي، شكله عادي خالص، انسان زيه زي اي حد، بس هو مجنون اسلحه، بيجمع كل انواع السلاح. وفجاه دخل عليه ابوه بالتبني سويشي وضربه علقه لما عرف ان هو اتفصل من المدرسه. بس تشيكي حاطط اعصابه في ثلاجه ولا همه اي حاجه، ومهتمش اصلا بالكلام اللي ابوه قاله له. طلب من ابوه قال له ما تتحشرش في حياتي. الواد كان نظرته قويه وبيتكلم بحديه مع ابوه. ابوه شاف كميه الاسلحه اللي موجوده في اوضته، قال له ايه يا ابني كل الاسلحه الزفت اللي انت حاططها دي؟ ابوه بص له وقال له انا راجل عندي محل، مش عايز اخسر الزباين بتاعتي بسبب تصرفاتك الغريبه دي. بس تشيكي بص لابوه قال له ما تتدخلش في حياتي تاني، اصلا محلك فاشل وزباينك كلهم بيقولوا كده. الكلام ده جه على الجرح عند سويشي وحس باهانه جامده، وحس ان الواد بيتنمر عليه، فرد عليه وقال له انت نسيت نفسك يا فاشل، انت مجرد غبي مفصول، يلا يا مفصول. الكلمه دخلت في قلب تشيكي زي السكينه، بص له وقال له انا عمري ما هبقى زيك، انا مش بشاركك نفس الدم ده. الجمله صغيره بس فيها حاجات كتير، فيها حكايات وحكايات. اصل سويشي هو اللي مربي تشيكي بس مش ابنه الحقيقي. هي العلاقه ما بينهم كانت غريبه وعجيبه، ما بين انسان كانت مهمته الاساسيه هو القضاء على الشياطين، وما بين طفل هو اصلا من الشياطين. خناقاتهم ما وقفتش الا لما تليفون محل سويشي رن، وبرغم كل ده تشيكي ما يعرفش ان ابوه اصلا ضحى بنفسه وانقذه من منظمه موموتارو. فجاه حصل انفجار بره وطلع منه دخان كثيف غطى الدنيا كلها كانها عاصفه ترابيه. ولما تشيكي كان بيحاول يستوعب ايه اللي بيحصل، هجم عليه ضباب اسود وسحبه بكل قوه لبره. واحد من منظمه موموتارو جه علشان يخلص عليه، وتشيكي مصدوم ومش عارف ايه اللي بيحصل اصلا، لان الواد ما يعرفش ان هو من الشياطين. وفجاه في عربيه جت خبطت الموموتارو وانقذت تشيكي في اخر لحظه. طلع اللي كان سايق العربيه ده هو ابوه، خده وهرب من المكان بسرعه قبل ما مقاتلي الموموتارو يستعيدوا وعيهم. سويشي قال لتشيكي لازم تهرب من البلد دي بسرعه، بس تشيكي كان مستغرب، مفكر ان الراجل ده كان عنده مشاكل مع ابوه. وهنا سويشي قرر ان هو يفجر قنبله ويقول له على الحقيقه اللي بقاله سنين مخبيها عنه: انت مش زي البني ادمين، انت اصلا من سلاله الشياطين، والراجل ده من منظمه موموتارو. تشيكي ما استوعبش الكلام ده وما صدقش اللي بيسمعه. في الوقت ده رجاله الموموتارو لحقوهم واتغطت العربيه كلها بضباب اسود كتير قوي، فاضطر سويشي وتشيكي انهم يخرجوا من العربيه. وهنا رجاله الموموتارو استغلوا انفجار العربيه وخطفوا تشيكي ودخلوا بيه مخزن مهجور وربطوه بشبكه من الضباب الاسود التقيل. الراجل ده بيقول له بصوت يخوف: دماء الشياطين دي هتخليك وباء على البشريه، انا من منظمه موموتارو واسمي ساميداري. في اللحظه دي دخل ابوه سويشي عشان يشرح له الحكايه من بدايتها. الحرب شغاله بقالها الاف السنين بين الموموتارو والشياطين، ودلوقتي احفاد الموموتارو اتجمعوا تاني وعملوا منظمه البطل موموتارو، وده اللي خلى الشياطين تستخبى بين البشر زي الفيران. تشيكي لسه ما استوعبش اي حاجه، كأن الحقيقه تقيله على دماغه. بس ابوه قال له اثبت مكانك يا ابني، ده وقت الكبار، شكلها هتبقى معركه جامده قوي ما بين الاتنين، ما بين سويشي وساميداري. سويشي بدا يستخدم هو كمان الضباب الاسود وبدا يقاتل ساميداري. اصل الضباب الاسود ده معروف ما بين المنظمه ومحدش يمتلكها الا مقاتلين الموموتارو بس، وسويشي كان من منظمه الموموتارو، فعشان كده عنده الامكانيات ديك وقادر ان هو يعمل الضباب الاسود ده. بس سويشي كان بيكره المنظمه لانها كانت بتطرد اي حد يختلف عنها. ساميداري بص لسويشي وقال له حتى لو غيرت اسمك هتفضل واحد من الموموتارو، بس بما انك ربيت الشيطان هيتم طردك من المنظمه. وهجم عليه علشان يقتله، بس سويشي رفض الخساره، خصوصا ان ابنه كان في خطر حقيقي. تشيكي بيتفرج وهو مصدوم وعقله مش مصدق ومش مستوعب ان هو بيحمل دم شياطين. سويشي وساميداري قعدوا يقاتلوا في بعض. ساميداري بيساله ليه بتحمي الوحش ده، ولما سويشي هجم ساميداري استخدم تقنيه خفيه وعدى هجمه سويشي وبعدين قطع اطرافه بسرعه صاروخيه. سقط سويشي غرقان في دمه قدام ابنه تشيكي، بس تشيكي كان متقيد بالضباب الاسود وما قدرش يعمل اي حاجه. تشيكي نادى على ساميداري وطلب منه ان هو يقاتله مكان ابوه.
سويشي كان بيحاول ان هو يمسك ساميداري في محاولة اخيرة عشان يحمي ابنه، وساميداري بيسأله ليه بتضحي بنفسك علشان شيطان؟ رد سويشي بكلام عمر تشيكي ما هينساه في حياته ابدا، طبعا هحميه، ده ابني الغالي. تشيكي كان واقف مصدوم ومتحجر في مكانه ومش عارف يعمل اي حاجة عشان ينقذ ابوه، وهنا بدأت قوة الشياطين تشتغل جواه، عينيه احمرت من الدم بسبب حقده على ساميداري، والغضب ولع في قلبه زي نار جهنم، وعايز يقتله بكل قوته. وفجأة الدم انفجر من كل جسمه وظهرت له قرون الشياطين. بطلنا اللي ما كانش يعرف حقيقته صحيت اخيرا قوة الشياطين الكاملة جواه، وكل اللي عايزه هو ينتقم ويقتل ساميداري. تشيكي فك قيوده في لمح البصر واختفى من المكان، شاف شيطان كامل قدامه، وبطلنا تشيكي كان مصمم ان هو يقتله. ساميداري بدأ يرتعش من الخوف، عرف دلوقتي ان هو قدام وحش مستحيل ان هو يتغلب عليه. تشيكي انطلق بسرعة وهجم عليه، بس ساميداري كان قوي جدا وصد كل ضرباته. مش بس كده، وده قطع ايديه كمان، بس تشيكي بدم الشياطين اللي بيتجدد رجع ايديه زي ما كانت. ساميداري خاف جدا لان فهم ان الشياطين بتبقى اقوى لما بتفقد السيطرة على قوتها، ودي كانت الحقيقة ان تشيكي فقد السيطرة على نفسه وتحول لوحش ما بيعرفش الرحمة. وبدم الشياطين صنع تشيكي اسلحة كتيرة جدا، وبقى بيطلق على ساميداري وابل من الرصاص من غير توقف. وفجأة أرسل عليه صاروخ مدمر بقوة مرعبة اكتسبها بطلنا. ساميداري ما قدرش يعمل أي حاجة غير إنه يهرب من قوة الهجوم اللي عملها بطلنا ده. جزء كبير من المخزن اتفجر، بس في النهاية ساميداري هرب ونجح في إنه ينقذ نفسه من الموت بالعافية. وفجأة تشيكي خسر كل قوته الشيطانية ورجع لشكله البشري، وهو مصدوم ومش فاهم إيه اللي كان بيحصل أصلا. ساميداري عايز يستغل الفرصة دي ويدخل في معركة من جديد، فطعنه بسيف الضباب الاسود، بس تشيكي ما حصلوش اي حاجه لان ابوه ضحى بنفسه وانقذه في النهايه. سويشي رفض ان هو يتخلى عن ابنه حتى لو كان ابن شياطين. في الوقت ده الناس اتجمعت حوالين المخزن، فاضطر ساميداري ان هو يهرب من المكان. تشيكي كان عايز يتصل بالاسعاف وينقذ ابوه، بس ابوه طلب منه ان هو يقف عشان يتكلم معاه للمره الاخيره. ابوه بدا يفهمه الحقيقه وان هو اخفى عنه الموضوع ده عشان كانوا هيقتلوه، علشان هو كان بيحمل دم الشياطين. وبعدها ودعه في النهايه وقال له بكلمات حزينه لازم تبقى اقوى كفايه علشان تهزم الموموتارو. تشيكي كان رافض ان يسيب ابوه يموت وعايز يساعده باي طريقه، بس سويشي في الاخر مات بين ايديه. واخر كلمات سويشي قالها كنت اتمنى ان الشياطين والموموتارو يعيشوا جنب الجنب زي العلاقه بيني وبين ابن تشيكي. تشيكي كان مصدوم جدا وما كانش مصدق ان هو خسر ابوه، كان ندمان جدا وبيتوسل ليه ان هو يقوم علشان يعتذر له عن افعاله الوحشه. تشيكي فضل يبكي بحرقه علشان خسر الشخص الوحيد اللي ضحى علشانه. في الوقت ده جه شخص غريب واتحرك بسرعه صاروخيه حوالين تشيكي، والظاهر ان الشيطان ده كان عايز يضمه لفريقه. في الجانب الثاني كانت منظمه الموموتارو غضبانين جدا من فشل ساميداري، وشايفين ان مستوى الموموتارو نزل كتير قوي في الفتره الاخيره. اصل اعضاء الموموتارو ماتوا وخسروا اجسادهم بس عقولهم لسه شغاله، وعايزين يقاتلوا اطفال الشياطين قبل ما قوتهم تصبح غير محتمله. مدير الشياطين بدا يتصل بنايتو وهو الشخص اللي خد تشيكي معاه. نايتو ده كان بيجمع اطفال الشياطين الاقوياء علشان يعلمهم ازاي يتحكموا بقوتهم، حتى الشياطين بتستعد عشان تقضي على الموموتارو، وبيقودهم الشخص الغريب ده اللي بيسموه المدير، اللي جمع فعلا مجموعه كبيره من الشياطين، وكان بينهم بطلنا تشيكي. بس نايتو كان شايف ان تشيكي كان ضعيف جدا. نايتو قال للمدير ان هو هيختبر قوه تشيكي ولو طلع ملوش لازمه هيتخلص منه. تشيكي بيفتكر ايام زمان وهو صغير لما كان لسه ما يعرفش ان هو شيطان وكان بيلعب بالرمله زي كل الاطفال، وابوه كان بيحبه وبيعتني بيه. بس فجاه بيتكرر مشهد مقتل ابوه على ايد الموموتارو، وكان الكابوس ده فظيع جدا. بطلنا صحي وهو متقيد في الكرسي وجنبه نايتو، واتضح ان نايتو هو اللي خلاه يشوف الكابوس ده علشان يجبره ان هو يصحى من النوم. نايتو بيقول لتشيكي ان هو بيكره الاشخاص المهذبين. تشيكي مصدوم ومش عارف مين الراجل ده اصلا. نايتو عرفه لنفسه وقال له ان هو شيطان زيه، وعشان يتاكد طلع له القرون. ونايتو بيقول له ان جثه ابوه متخزنه عندهم وبامان، وبيقول له انا جيت لك هنا علشان سببين، علشان اقيمك وعلشان ارجع لك وعيك. بعدها علمه نايتو ان اي شخص بيقدر يتحكم في الضباب الاسود ده وبيكون من منظمه الموموتارو، وبما ان المنظمه دي كان هدفها الاساسي التخلص من الشياطين عملوا منظمه الاواني عشان تتصدى ليهم. ومهمه نايتو هو يدور على الاواني اللي صاحيين زي بطلنا تشيكي، يقيم قوته ويعرف اذا كان ينفع ينضم للمنظمه دي ولا لا. بدا يشيل الغطا من بق تشيكي عشان يساله اسئله، بس تشيكي عنيد جدا وهدد نايتو ان هو يقتله لو عملوا اي حاجه لجثه ابوه. فقام نايتو بخصم درجات من الاختبار. نايتو بصله وقال له انا قلت لك قبل كده ان جثه والدك متخزنه بامان، شكلك انت دماغك مش بتلقط.
بس تشيكي ما كانش واثق في نايتو خالص. نايتو استمر في تقييمه اذا كان يستاهل ينضم لمنظمه الاواني ولا لا، وتشيكي مستمر في غبائه ويأمره بفك قيوده، وقرر يهدى شويه ويحاول يقنع نايتو بفك قيوده. بطلنا عمل ابتسامه مزيفه على وشه مع انه في الحقيقه كان غضبان جدا، وبيطلب من نايتو ان هو يسيبه علشان ينتقم من الراجل اللي قتل ابوه. نايتو بيتصرف معاه ببرود وبيسخر من ابتسامته الكدابه، فاتجنن تشيكي من الغضب تاني وفهم ان مفيش امل مع الراجل ده. نايتو قرر يختبره بطريقه تانيه ونزع من رقبته الرباط، وبسرعه البرق حطه حوالين رقبه تشيكي وبدا يخنقه بكل قوه، وبيقول له كل ما تقرب من الموت هتظهر طبيعتك الحقيقيه، استخدم دماغك الصغيره دي واكتشف الطريقه اللي تخرج بيها من الوضع ده، ولو فشلت هتموت. مصيبه نزلت على بطلنا وهو مربوط ايديه ومش قادر يتحمل الخنق، فبدا الدم يطلع من عينيه وبيرفض الموت لكنه ما قدرش يتحمل واغمى عليه. فنايتو اتاكد ان تشيكي مجرد غبي ملوش لازمه ولازم يتخلص منه، لكن في الوقت ده دم تشيكي اتجمع فجاه وتحول لاشواك هجمه نايتو، وبسرعه وصل تشيكي لنايتو ورشه بالرصاص. بطلنا اتحول تاني لشيطان، بس نايتو اتحول هو كمان وصد هجوم تشيكي بدم الاواني بتاعه، وبيقول لتشيكي خسرت 100 درجه تاني علشان انت مش عارف تستخدم دم الاواني بتاعك، انا بقى هوريك الطريقه الصح علشان تستخدمه. تشيكي غضب جدا وهجم على نايتو وعايز يقتله، بس نايتو هزمه بسهوله تامه. بعدها تشيكي صحي وهو مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت اصلا، وظهرت ان الاوضه كلها متدمره من خناقه نايتو مع الشيطان تشيكي. نايتو بيقول له ان صعب انك انت تتحكم في دم الاواني، وصاحبه بيفقد الاحساس بنفسه وبذاكرته، وده اللي حصل مع تشيكي. بس هو غبي وما كانش بيصدق كلام نايتو، وسأل نايتو عن الماده الغريبه اللي كانت بتطلع منه، فالغبي مش فاهم اصلا ان دي دم الاواني. فنايتو ضربه بكلمتين يتحطوا في التاريخ، السكينه في ايد الجاهل حاجه تخوف، لان بطلنا غبي ومش فاهم قوه دم الاواني. نايتو بدا يشرح له انه يتحكم في دمه ازاي، وبيقول له انت مش مؤهل انك انت تكون معانا. بس تشيكي عقله مقفل ومش مستوعب اي حاجه، وكل اللي فاهمه ان الراجل ده قوي جدا، وبيقول له انت شخصيه مستفزه بس انت قوي جدا، عشان كده انا هبلع كرامتي هنا وهخليك استاذي. بس نايتو رد عليه ورفض الكلام اللي هو كان بيقوله، وقال له عدم استخدام عقلك في المعركه بيساوي الموت، وانت غبي وما بتقدرش تتحكم في دمك، احنا مش محتاجين لواحد ملوش لازمه زيك. فاحمر وش تشيكي من الغضب بسبب كلام نايتو المستفز، فبرغم ان هو خسر كرامته واتذلل قدامه عشان يبقى تابع ليه، نايتو ما اهتمش بكرامته ورفضه على طول الطريق. الوقت جه علشان اتخلص منك، مش هقدر اسيب واحد زيك يبقى عايش بحريه. نايتو جرح صباعه بالخاتم وعمل مظله من دم الاواني بتاعه، فتشيكي فهم طريقه التحكم بدم الاواني واختار انه يحاول ما يستسلمش للموت، وبدا يجر ايده بقوه على الارض عشان يجرحها. ونايتو حول المظله لاشواك حاده وهجم على تشيكي بتهور شديد، بس تشيكي استغل الاشواك علشان ينط ونجح في التحكم بدم الاواني وحول ايده المدفع، بس نايتو صد طلقته بصباع واحد وكسرها قدامه، وبيقول لتشيكي يا ابني ده انت غلبان قوي، انت فشلت في التحكم بدم الاواني من جديد. فتشيكي ودم الشياطين بتسيطر عليه بدا يدخل في حاله هيجان اكتر واكتر. نايتو اقتنع ان تشيكي ملوش لازمه وعايز يقتله باي طريقه، فاستخدم قدرات خاصه وصنع بدم الاواني عشرات الجنود المستعدين لقتل تشيكي، لكن تشيكي رفض الاستسلام ونجح في السيطره على دم الاواني وما تحولش الوضع الهيجان، فتراجع نايتو عن قتله. وبيقول لتشيكي انت ما سيطرتش على دمك بس، لا ده انت سيطرت على وضع الهيجان كمان، وبيساله ازاي انت قدرت تعمل كده. تشيكي استغل الوضع لصالحه وبيقول له لو عايز تعرف خليني ابقى تابع ليك، بس تشيكي ما قدرش يستنى وقال له ان هو قلد طريقته لما عمل المظله. وكمان تشيكي سرق جوه عقله عشان يعمل سلاح من دراعه. نايتو بيرد عليه وبيقول له مستحيل ان شخص غبي يتحكم بدماء الاواني، اصل التحكم فيها لازم يكون باستخدام العقل. فنايتو بيتحكم في عواطفه عشان ما يدخلش وضع الهيجان. تشيكي ما كانش دايما بيتصرف بعقل، كان دايما بيستخدم الغريزه عشان يسيطر على دمه. نايتو بصله وقال له انت عندك عيوب كتير بس عندك طاقه رهيبه جواك. بعدها تشيكي بيقول له انا مستوعب كل اللي انت هتعلمهولي، انا عايز ابقى اقوى وقت للموموتارو، علشان كده خليني تابع ليك. لكن نايتو بيرفض تاني لان تشيكي متهور وبيغامر بحياته. نايتو عمل رمح من دم الاواني عشان يقتل تشيكي وغرزه في راسه، وبيقول له انا مش بفكر اخليك تابع ليا ولو حتى ثانيه، بس انا هخليك تلميذ ليا. تشيكي اتصدم ومش فاهم اي حاجه من اللي بيقولها نايتو، بس المهم ان هو نجح في الاختبار اللي هو كان عايزه وهينضم لفرقه الاواني. بعدها نايتو خده للاكاديميه بتاعتهم وبدأ يشرح له كل حاجة عنها على جزيرة كان اسمها عتبة الجحيم، ونايتو هو اللي هيكون المعلم بتاعه، وبيقول له انك انت هتعيش في سكن وهتتدرب كل يوم وتقاتل منظمة الموموتارو. ونايتو قال له لو انت ما بقتش قوي هتطرد. فتحمس تشيكي عشان يرفع قوته ومش مهتم لأي مدرسة هينضم ليها. بعدها خده نايتو عشان يغير هدومه، وهنا بطلنا الغبي اكتشف قرونه. فنايتو بيقول له ان القرون دي دليل على ان دم الاواني بتاعك صحي،
وبالتدريب هتقدر تخليها تظهر وتختفي. تشيكي اتحمس جدا للانضمام لمدرسة الاواني، بس نايتو بيقول له انك انت مستواك اضعف واحد في اللي انضموا للمدرسة دي. تشيكي بدأ يسأله تاني عن ابوه، فبيقول له ان جثته في المشرحة. تشيكي حس بالندم على فراق ابوه، بس نايتو بيقول له خليك اقوى علشان ما تحسش بالندم، وان الاحمق هو اللي ما بيتعلمش من تجاربه. تشيكي لاول مره يرتاح لنايتو ويحس ان هو كويس معاه، بس نايتو بيكره اللي بيمدحه، فجري للمدرسه وامر تشيكي ان هو يجري وراه. تشيكي اتحمس للفكره جدا وفكر في طريقه فخمه ان هو يخش بيها الفصل بتاعه، بس نايتو ضربه ضربه خفيفه ودخل تشيكي بطريقه غبيه جدا. مش بس كده، ده خسر هيبته كمان قدام الطلبه الجدد. بس تشيكي حاول يتحكم في اعصابه ويتصرف كأن مفيش حاجه حصلت علشان ينسيهم الدخله الغبيه اللي دخل بيها. فبدأ بالتنمر على شخص لابس قناع واسمه جين، وطلب منه منديل، بس جين ضربه كلمتين وقال له ما تتكلمش معايا تاني. تشيكي غضب منه جدا وقعد يضحك عليه علشان هو ما عندوش قرون، بس جين صدمه ان هو بيتحكم بقرونه، فبطلنا واقف متنح ان هو فعلا اضعف واحد في الفصل. في الوقت ده في ولد تاني بيكره الدوشه في الفصل وبيحاول يهدي الوضع وكأنه كبير العيله. تشيكي بص حواليه وقال ان ده اغرب فصل شفته في حياتي. وفجأة ظهر نايتو وقال لهم احنا مش جايين هنا عشان نلعب، فاضطر تشيكي يقعد جنب جين. بعدها نايتو قال لهم ان اول درس ليهم هو لعبة المطاردة، وتشيكي فعلا فكر انها لعبة بجد. بس نايتو خدهم لمنطقة اسمها غابة شينرا وقال لهم عندكم ساعة واحدة بس عشان ترجعوا للمدرسة تاني، ولو حد فيكم اتمسك هيتأيد في الحال، ولو كلكم اتمسكتوا اللعبة هتخلص فورا. تشيكي الغبي كان مفكر انها مجرد لعبة مطاردة، بس نايتو قال له ان اللي هيفشل في الدرس ده هيتم طرده من المدرسة نهائيا. وبيقول لي تشيكي انت مش في مدرسة عادية، ده تدريب علشان ترفع قوتك. بعد التخرج هتكونوا كلكم في الخطوط الأمامية علشان تواجهوا منظمة الموموتارو. قال لهم ان هو مش هيستخدم قوة دمه في الدرس ده. جيم بصله وقال له هو انت مش خايف ان احنا نقتلك بما انك انت مش هتستخدم قوتك؟ رد عليه وقال له جربوا حظكم كده، جربوا حظكم كده، لو نجحتوا في قتلي هتتخرجوا على طول وهيتم تعيينكم في الوحدة اللي انتوا تختاروها. تشيكي استوعب ان هو لو قتل المعلم هيتخرج فورا وهيقدر يواجه الراجل اللي قتل ابوه. بس نايتو قال لهم ان الدرس ده مش سهل زي ما انتوا فاكرين، هيتحط ليكوا عقبات في طريقكم. الكل اتحمس للاختبار ده جدا، بس تشيكي كان شكله مش جاهز. فنايتو بصله وقال له شكلك كده مش جاهز، لكن تشيكي بيقول له لا انا جاهز جدا ومستعد للفوز وانتقم من الموموتارو. يا ترى هل هينجح بطلنا تشيكي في الدرس ده؟ وهل هيقدر يتحكم بدم الاواني؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية.